السلام عليكم. هنتكلم دلوقتي عن الشق الموجب اللي موجود في الاملاح بتاعتنا، الاملاح الغير عضويه. الشق الموجب بتاعنا بيسمى كاتايون، والكاتايون بيبقى الكشف بتاعه صعب شويه لان الكاتيونات بتاعتنا بتبقى معقده في التركيب بتاعها، متداخله فيما بينها، بيصعب فصلها عن بعضها البعض. طيب انا عايزه اكشف عن الكاتيونات بتاعتي. الكاتيونات بتاعتنا بنقسمهم لست مجموعات تحليليه، الست مجموعات بتاعتنا بتعتمد على كاشف معين، الكاشف ده بيرسب الكاتايون او الكاتيون بتاعنا الى ملح او راسب شحيح الذوبان في الماء. ملح شحيح الذوبان في الميه ده بنبدا نفصله عن الماده اللي معانا او الكاتيون اللي احنا محتاجين نفصله. بنقسمهم الى ست مجموعات تحليليه، كل مجموعه تحليليه بيبقى ليها كاشف محدد. الكاشف ده بيعتمد على ترسيب الكاتيون بتاعنا الى ملح شحيح الذوبان في الميه. يبقى دلوقتي بنعتمد على خاصيه الذوبان بتاعت الاملاح بتاعتنا او الذوبان بتاعت الرواسب اللي بنكونها معانا. طيب اول مجموعه تحليليه معانا بتبقى بنستخدم فيها حمض الهيدروكلوريك المخفف. حمض الهيدروكلوريك المخفف بيرسب الكاتيون بتاعنا على هيئه كلوريدات شحيحه الذوبان في الميه. المجموعه التحليليه الثانيه بتبدا ترسب المواد اللي معايا او البروتينات بتاعتي على هيئه كبريتيدات. طب الكاشف بتاع المجموعه ايه؟ كبريتيد الهيدروجين بيشتغل في وسط حامضي. بنشتغل على المجموعه التحليليه الثالثه. طب الهيدروكسيدات بتاعتنا بنكشف عنها باستخدام ايه؟ قال لك باستخدام هيدروكسيد الامونيوم او هيدروكسيد الصوديوم ككاشف تاكيدي ليهم. المجموعه التحليليه الخامسه بتبدا تكشف عن او ترسب الكاتيونات بتاعتنا على هيئه كربونات. بنستخدم كربونات الامونيوم ككاشف للمجموعه التحليليه الخامسه. يبقى احنا دلوقتي هنشتغل على اربع حاجات. المجموعه التحليليه اولى بنستخدم لها حمض الهيدروكلوريك المخفف. حمض الهيدروكلوريك المخفف بيرسب الكاتيون بتاعنا على هيئه كلوريدات شحيحه الذوبان في الميه. المجموعه التحليليه الثانيه بتبدا نستخدم لها حمض الهيدروكلوريك المخفف، وده بيعمل الوسط بتاعنا حامضي، وبنستخدم فيها كبريتيدات الهيدروجين. حمض كبريتيد الهيدروجين بتاعنا او غاز كبريتيد الهيدروجين. كبريتيد الهيدروجين بيرسب الكاتيون بتاعنا على هيئه كبريتيدات شحيحه الذوبان في الميه. المجموعه التحليليه الثالثه بتبدا ترسب الكاتيونات على هيئه هيدروكسيدات شحيحه الذوبان في الميه. بنستخدم هيدروكسيد الصوديوم او هيدروكسيد الامونيوم. المجموعه التحليليه الخامسه بترسب على هيئه كربونات. الكربونات بتاعتنا بتكون راسب شحيح الذوبان في الميه، بنستخدم كربونات الامونيوم. هنشتغل التجربه بتاعتنا او التجارب بتاعتنا على ايه؟ هنشتغل على المجموعه التحليليه الثالثه. خليك معايا.